تخيل تشتري قصر ضخم مجانا، بس الشرط الوحيد إنك لو فتحت باب القبو بتاعه هتخسر كل حاجة. ولو عايز تفهم الحكاية خليك معايا للنهاية. فيلمنا بيبدأ مع راجل غني جدا اسمه إيميليت، واللي قرر إنه يبيع بيته مجانا من غير أي فلوس. ولكن في شرط واحد مطلوب من الزوجين اللي هيشتروا البيت واللي بيكونوا قاعدين قدامه، وبنعرف إن أسمائهم جون وسارة، إنهم ما يفتحوش باب القبو خالص. ولو التزموا بالشرط ده البيت هيكون ملكهم، ولكنهم لو فتحوا باب القبو البيت هيرجع لإيميليت على طول. ووقتها جون وسارة افتكروا إن الراجل بيهزر، ولكن إيميليت أكد لهم إنه بيتكلم بجد، بس مش بيرضى يفسر لهم أي حاجة، وبيسمح لهم إنهم يباتوا في البيت لليلة واحدة بس. وتاني يوم لما جون وسارة صحيوا من النوم لاحظوا إن إيميليت اختفى من البيت، ولقيوا عقد على الترابيزة بنفس الشرط اللي قالهم عليه امبارح. ووقتها بنلاحظ إن سارة بتكون حاسة بسعادة كبيرة بسبب جمال البيت، على عكس جون تماما واللي كان حاسس بقلق شديد، لأنه مش بيكون مصدق إن في شخص ممكن يتخلى عن بيته بالسهولة دي إلا إذا كان مخبي سر خطير داخل القبر. وفي الوقت ده بتوصل وكيلة عقارات من طرف إيميليت، وبتعرف جون وسارة إن بمجرد توقيعهم على العقد بالشرط اللي إيميليت حطه البيت هيبقى ملكهم رسمي. ووقتها جون بيكون متردد ومش عايز يوقع، بس مع ضغط مراته المستمر وكلنا عارفين طبعا إن كلمة المدام هي اللي بتمشي في الآخر، جون بيوقع على العقد في النهاية. وبعد ما بيعملوا حفلة بمناسبة بيتهم الجديد، فجأة جون بيتوتر أول ما بيشوف حبيبته القديمة في الحفلة، واللي بيكون اسمها إليسا وبتشتغل معاه في نفس الشركة اللي بيشتغل فيها. ولكننا بنعرف إن جون قطع علاقته بيها من ساعة ما اتجوز سارة. وفي اللحظة دي جون بيسمع صوت مراته وهي عمالة تصرخ، ولما بيروح لها بسرعة بيلاقي راجل غريب واقف قدام البيت وهو ماسك مواد مشتعلة في إيده، وبيقول لجون إنه لازم يحول البيت ده لرماد، لأنه لو ما تمش تدميره دلوقت هو ومراته هيواجهوا مصير مرعب. ولكن جون وسارة مهتموش لكلامه وطلبوا منه يمشي بدل ما يبلغوا الشرطة عنه. وتاني يوم لما جون بيروح لشغله بيلاحظ إن جميع الموظفين عمالين يبصوله بطريقة غريبة، وبيتضح إن إليسا قدمت بلاغ لمدير الشركة وادعت إن جون حاول يقرب منها في المكتب بطريقة مش لطيفة، وبنعرف إنها عملت كده علشان تدمر مستقبل جون. واللي لما حاول يشرح الحقيقة المدير مرضيش يسمعه، ووقفوا عن العمل لحد ما يحققوا في الموضوع. ووقتها جون بيرجع لبيته وهو في قمة الحزن، لأنه كان في أشد الاحتياج للشغل علشان فلوس علاج الخصوبة بتاع سارة، واللي بنعرف إن عندها مشاكل في الخلفة. وبعد شوية لما جون كان واقف عند الشباك بيبص في اتجاه القبو بالصدفة، وبيكون عنده فضول يعرف إيه الحاجة المهمة اللي موجودة داخل القبو تخلي إيميليت يشترط عليهم إنهم ما يفتحوهوش. وتاني يوم جون بيقرر إنه يفتح باب القبو بنفسه، ولكنه بيلاحظ إن الباب مش راضي يتحرك من مكانه لأنه بيكون مقفول بإحكام شديد. ولما جون بيروح يقول لمراته إنهم لازم يلاقوا طريقة يدخلوا بيها للقبر علشان يشوفوا إيه اللي جواه، سارة بترفض تماما، وكمان بتحذره إنه ما يفكرش في الموضوع ده خالص علشان ما يخسروش البيت. ولكن جون اللي كان مصمم على دخول القبر قال لنفسه إن لو الباب الرئيسي مش راضي يفتح فأكيد في طريقة تانية للدخول. وبالفعل راح لمكتب تخطيط المدينة وطلب منهم رسومات بناء البيت، وبعد ما الموظف اداهم له عرفوا إن في مالك سابق للبيت اسمه بول جه وطلب نفس الرسومات دي قبل كده برضه. ولكن الغريبة إنه مجاش استلمهم خالص بعدها. وساعتها جون استغرب وقال له مش البيت ده ملك الشخص اسمه إيميليت؟ ووقتها الموظف صدمه وقال له إن إيميليت ده ملوش أي أثر من 25 سنة، وحكاله إن زمان إيميليت عمل فرح أسطوري في المدينة، ولكن بعد جوازه بفترة قصيرة مراته اختفت في ظروف غامضة، وبعدها هو كمان اختفى ومحدش شافه من ساعتها. ووقتها جون اتصدم وما كانش فاهم حاجة. ولما جون رجع للبيت وبدأ يدرس الرسومات كويس بيكتشف إن في ممر تاني للقبو موجود أسفل السلم. وبعد ما جون شال ألواح الخشب ودخل للمكان ده لاحظ إنه مسدود بباب خشبي برضه في نص الممر. ولما جون عمل شرخ صغير في الباب ما قدرش يشوف حاجة لأن القبو كان لسه بعيد، وقبل ما يفكر هيتصرف إزاي
فجأة سمع صوت مراته وهي داخلة للبيت، فخرج من الممر بسرعة قبل ما سارة تكتشف اللي عمله. وفي الليل إليسا بتتصل بجون وبتطلب منه إنهم يتقابلوا ضروري. وبالفعل تاني يوم جون بيروح يقابلها في جراج عربيات، وإليسا بتعرض عليه إنها ممكن تسحب الشكوى اللي مقدماها ضده في الشغل، بس بشرط إنه يسيب مراته ويرجع لها. ولكن جون رفض وقال لها إنه بيحب مراته وهيفضل مكمل معاها. ولما إليسا بتدرك إنها مش هتقدر تغير رأيه، بتهدده إنها هتفضحه قدام مراته وهتكشف لها عن علاقتهم القديمة. ووقتها جون بيحذرها إنها لو عملت كده هيدفعها التمن غالي. وفي يوم لما سارة كانت قاعدة في البيت لوحدها، فجأة حست بدوخة شديدة جدا، وبدافع الفضول قررت إنها تعمل إجراء اختبار الحمل. ولدهشتها النتيجة بتطلع إيجابية، وسارة بقيت حامل من غير علاج الخصوبة. وفي اللحظة دي سارة بتشوف مجموعة ورق موجودة تحت السرير، ولما بتفتحها وبتعرف إنها رسومات تخص البيت، بتدرك إن جوزها هو اللي جابهم علشان يدور على مدخل تاني للقبر. وبعد ما بتعرف طريق الممر من الرسومات، بتنزل لهناك وبتطمن أول ما بتلاقي باب القبو مقفول زي ما هو. وفي اللحظة دي إليسا بتوصل لبيت جون، ونيتها بتكون واضحة، هتدخل تقول لسارة عن علاقتها القديمة مع جوزها. ولما وصلت عند الباب ولقيته مفتوح، دخلت على طول وفضلت تدور على سارة. وبعد ما طلعت للأوضة اللي فوق وشافت اختبار حمل سارة الإيجابي، اتضايقت جدا. وفي الوقت ده لما جون كان قاعد في عربيته وبيتكلم في التليفون، فجأة شاف عربية إليسا وهي ماشية من ناحية بيته. وساعتها جون افتكر إن إليسا حكت لمراته عن علاقتهم القديمة، وبدأ يطاردها بالعربية بتاعته. وهنعرف بعدين إيه اللي حصل في المطاردة دي. وفي الليل لما جون رجع لبيته وسارة بشرته بخبر الحمل، فرح جدا وكان في قمة السعادة. وتاني يوم بتيجي مكالمة لجون من الشركة اللي كان شغال فيها، وبيبلغوه إن تم تبرئته من التهمة الموجهة ليه. وبعد ما جون رجع لمكتبه، زميله قاله إن إليسا أخدت أجازة مفتوحة من الشغل. ولما الشركة حاولت تتصل بيها علشان يعرفوا منها تفاصيل أكتر عن البلاغ اللي قدمته ضد جون، ما كانتش بترد عليهم. وبعدها جون وسارة وهما بيجهزوا أوضة الأطفال اللي في البيت، جون بيكتشف شرخ صغير في الحيطة وموجود جواه رصاصة. ولما بيقارن الرصاصة دي بالذخيرة اللي موجودة في الأسلحة الخاصة بإيميليت، بيلاحظ إنهم متشابهين تماما. ووقتها جون بيبدأ يربط الأحداث ببعض وبيستنتج إن إيميليت اتخلص من مراته زمان وأخفى جسدها داخل القبر، وعلشان كده باعلهم البيت مجانا واشترط عليهم إنهم ما يفتحوش باب القبو خالص. وده كله علشان يداري على جريمته ويهرب. ولكن سارة مش بتكون مقتنعة بأي حاجة من اللي بيقولها جون. وتاني يوم لما جون كان في شغله، فجأة بتيجي الشرطة وبتبدأ تحقق مع كل الموظفين اللي في الشركة، لأنهم لقيوا عربية إليسا موجودة في مكان مهجور، وهي مختفية وملهاش أي أثر. وجون كان واقف بيراقب الوضع وهو خايف جدا. وفي الوقت ده لما سارة كانت قاعدة في البيت وشافت تقرير إخباري في التلفزيون عن اختفاء إليسا، بدأت تدور ورا جوزها. ولما راحت فتحت اللابتوب بتاعه، اتصدمت لما شافت رسائل الشركة اللي فصلته عن العمل بسبب البلاغ اللي إليسا قدمته ضده. وكمان اتصدمت أكتر لما شافت رسائل لإليسا وهي بتهدده إنها هتفضحه بعلاقتهم القديمة. وبعدها الشرطة بتروح لبيت جون، والمحققين بيبدأوا يتكلموا معاه على انفراد، وبيعرفوه إن هو الوحيد المشتبه فيه في اختفاء إليسا، لأنهم اكتشفوا إن إليسا اتهمته قبل ما تختفي إنه حاول يقرب منها بطريقة مش لطيفة. ولما سألوه هو كان موجود فين يوم اختفائها، جون ادعى إنه كان موجود في البيت طول اليوم. ولما المحققين بيطلبوا منه أي دليل على كلامه، في اللحظة دي سارة بتروح تأكد لهم إن جوزها كان موجود معاها في البيت طول اليوم فعلا. وساعتها المحققين بيسيبوهم ويمشوا. ولأن جون كان حاسس إن البيت ده هو السبب في كل المشاكل اللي بتحصل له، قرر إنه يدور على بول، الشخص اللي كان ساكن قبله في البيت والموظف حكاله عنه. وبالفعل جون قدر يوصل لبول، واتصدم لما لاحظ إن هو نفس الشخص اللي جاله قبل كده وكان عايز يدمر البيت. ولما جون سأله هو ليه مشي من البيت، بول مرضيش يوضح له أي حاجة، وقال له قدامك اختيار من الاتنين، يا تفتح باب القبر
يا تمشي من البيت علشان تقدر تعيش في سلام. وبعد ما جون بيرجع للبيت بيفضل يضغط على مراته علشان يسيبوا البيت ويمشوا، ولكن سارة بتكون رافضة تماما. وعلشان جون ينهي الموضوع قرر إنه يروح يكسر باب القبو زي ما بول قاله. ولكن وأثناء ما كان بيعمل كده فجأة بتيجي سارة من وراه وبتضربه على دماغه وبتخليه يفقد الوعي. وبعد شوية لما جون بيفوق سارة بتبدأ تكشف له الحقيقة المرعبة وبتقوله إنها أثناء ما كانت بتشوف الممر اللي بيوصل للقبر سمعت صوت حد بيتسحب لداخل البيت. ووقتها مسكت سلاح من مقتنيات إيميلي القديمة علشان تحمي نفسها. ولما وصلت للأوضة اللي فوق لاحظت إنها إليسا، واللي حاولت تهجم على سارة بعد ما اكتشفت إنها حامل. ولكن وقتها سارة دفعت عن نفسها ووجهت لها عدة طلقات وأنهت أمرها، وفي طلقة منهم جت في الحيطة. ووقتها بنكتشف إن دي الرصاصة اللي جون شافها في شرخ الحيطة. وبعدها سارة أخفت جسد إليسا بسرعة، وبتوضح لجون إن هي اللي كانت سايقة عربية إليسا لما جون كان بيطاردها. وأخيرا بنعرف إن اللي حصل أثناء المطاردة إن جون مقدرش يوصل لعربية إليسا في اليوم ده، لأن سارة قدرت تهرب منه ساعتها. وبعدها ركنت عربية إليسا في مكان مهجور بعيد عن المدينة علشان تبعد أي شبهات عنها. وكمان هي اللي بعتت رسالة مزيفة للشركة من موبايل إليسا وقالت لهم إنها هتاخد أجازة مفتوحة علشان الموضوع يبان إنها مسافرة مثلا. وبتعرفوا إن لحد دلوقتي كل حاجة ماشية كويس زي ما كانت مخططة لها. وأول ما جون سمع الكلام ده اتصدم وقرر إنه يبلغ الشرطة بكل حاجة. ولكنه قبل ما يمشي سارة بتوجه المسدس ناحيته وبتأمره إنه ما يتحركش من مكانه، وبتعرفه إنه لو راح بلغ الشرطة محدش هيصدقه. ومش بعيد يتهموه إن هو اللي خلص على إليسا، لأنه كان على علاقة قديمة معاها واتهمته قبل كده في الشغل، وكمان كان بيطارد عربيتها. وسارة بتقوله ما تستغربش، أنا عرفت كل حاجة من الرسايل اللي في اللابتوب بتاعك. ووقتها جون كان مندهش جدا لأنه ما كانش متخيل إن مراته فيها كمية الشر ده. وفي النهاية سارة بتعرفه إنه قدامه اختيار من الاتنين، يا يوافق إنه يعيش معاها ويبقوا أسرة واحدة زي ما كانوا، يا تخلص عليه وتربي طفلهم لوحدها. وساعتها جون ما كانش قدامه حل غير إنه يوافق على الاختيار الأول، واللي هو إنه يكمل في حياته مع مراته. وبعد 7 شهور بيجي طرد من إيميليت لجون وسارة، وبيكون موجود جواه رسالة ومفتاح باب القبر. ولما جون وسارة بيفتحوا باب القبو أخيرا بيكتشفوا حاجة غير متوقعة، القبو فاضي تماما ومفهوش أي حاجة. وإيميليت بيوضح لهم في الرسالة إن شرط عدم فتح باب القبو ما كانش المقصود منه إنه مخبي حاجة خطيرة جواه، ولكن الموضوع كله كان مجرد اختبار ليهم. وبما إنهم حلوا كل المشاكل اللي عندهم من غير ما يفتحوا باب القبو، البيت دلوقتي أصبح ملكهم بالكامل. والعبرة المستفادة من الفيلم ده إن أخطر عدو على الإنسان هي نفسه. وبكده يكون فيلمنا انتهى، ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.